دبي شوكليت رجعت ديمودي. واش رايكم لو كان نديرو تشيز كيك بحشوه شوكولا دبي؟ كملوا للاخر نعطيلكم رايي في هذا الاختراع الجديد. للطبقه الاولى رايحه نخلط 350 غرام بسكوي بالكاكاو مرحي، ونزيد له 150 غرام زبده ذايبه، ونخلط حتى نتحصل على قوام رملي. نحطه في المول، نضغط مليح على الجوانب وندخلو للمجمد. الحشوه دبي شوكليت رايحه نقطع الكنافه الصغير ونروح نحمرها في شويه زبده حتى تتحمص كيما هكا، ونزيد لها حشوه الفستق من عند غوستو. هذا البيستاشيو بزاف بنين، رايحه نزيد نص التشيز كيك تاعنا، نخلطو مليح مع الكنافه ونديرو كطبقه اولى في التشيز كيك نتاعي، قصدي طبقه ثانيه. وطبقه التشيز راح نخلط 300 غرام فرماج ريجيم ولا ماسكاربون، نزيد لافاني، ونزيد 4 كاس سكر غلاس نخلط، ونزيد عليهم 150 غرام كريم فريش اللي تكون بارده وتاع الخفق مع مغرف كبيره بيستاشيو. واخر حاجه نزيدها هي ورقه جيلاتين اللي ذوبتها في شوي مسخون، زدتها للخليط تاعي وفرغته وخليته يبات ليله كامله في الفريجيدير. وللغاناش 150 غرام شوكولا نوار مع 180 غرام كريم فريش سخونه، نخلط حتى نذوب الشوكولا ونروح نفرغها على التشيز كيك نتاعي. وشوفوا لي الجمال، زينت بخطوط بيستاشيو وشوكولا بلون وتشيز كيك دبي شوكولات نتاعي، راهو واجد ما نقدرش نوصف لكم البنه. قنبله في فمكم، تقرميش الكنافه من تحت مع الكريمه من فوق، بزاف بنين، لازم تجربوه. وهذا ما كان.